حياكم الله في زوارتنا اليوم نبي نتكلم عن موضوع شوية يعتبر من التخصصات النادرة اللي هي أمراض الأوعية الدموية. حابين نقول لكم شنو هي أمراض الأوعية الدموية وشون نقدر نشخصها. أول شيء، أول ما تسمع مصطلح أوعية دموية يعني شنو أوعية دموية؟ وعاء يعني هو مثل البايب أو مثل شيء يوصل. الأوعية الدموية عندنا نوعين، عندنا شرايين وعندنا أوردة. شنو الفرق؟ الشريان هو اللي يجيب الدم الأحمر اللي فيه الأكسجين يوصله حق باقي أجزاء الجسم، والوريد هو اللي يرجع الدم. منو طبعا أهم من الثاني؟ الشريان هو أهم من الوريد عادة. أمراض الشرايين أو الأوردة مختلفة جدا. الشرايين ممكن يصير فيها تصلب، ممكن يصير فيها انسدادات، ممكن يصير فيها تمدد، ممكن يصير فيها عيوب خلقية. أمراض الأوردة تختلف، اللي هي أغلب شيء الشائع شنو هو؟ الدوالي الساقين اللي هي توسع في الأوردة، أو الجلطات الوريدية العميقة. انزين، الحين احنا شلون نشخص أمراض الأوعية الدموية؟ تشخيص أمراض الأوعية الدموية يعتبر شيء نون انفيزيف. شنو يعني نون انفيزيف؟ يعني غير تداخلي، ما يحتاج ان احنا والله ندخل شيء في جسم المريض عشان نشخص او شيء. فابسط شيء احنا خلينا نتدرج في تشخيص امراض الاوعية الدموية. أبسط شيء هو عن طريق الأشعة اللي هو الفوق صوتية اللي احنا نسميه الدوبلر. جهاز بسيط جدا مثل القلم نقدر نسمع فيه صوت تدفق الدم والشرايين أو الأوردة، وعن طريقه نشخص. يتدرج الدوبلر يجي بعد الدوبلكس اللي هو عن طريق الصوت والصورة واللون. ممكن أكثر من كذي، في أشياء اللي هي موجات حرارية ممكن نقيس فيها حتى تدفق الدم في أطراف الشرايين اللي هي الأصابع، أصابع الإيد أو الريل. في أكثر من كذي، في جهاز يقيس لك نسبة تدفق الأكسجين داخل الأنسجة. إذا بغينا نتدرج في أكثر من كذي ممكن نلجأ حق اللي هو الأشعة المقطعية بالصبغة أو الرنين المغناطيسي بالصبغة، وكل هذه الأشياء نشخص فيها أمراض الأوعية الدموية.